يلا خد لك بقى 3 4 جرام قبل التمرين ملح، علشان ايه؟ تعلي ضغط الدم، تحس ببامب كده قبل التمرين. مش الملح هو اللي بيزود ضغط الدم فتلاقي عضلاتك ضخه دم، هو ده. ركز معايا عشان الفيديو دوت مهم جدا جدا للناس اللي بتعمل الحركه دي. سواء ما كنتش تعرف الحكايه دي او بتعملها، فانا هقولها لك بكل بساطه. في ناس بتاخد ملح قبل التمرين، ملح عادي اللي عندنا في البيت، او ممكن ملح الهيمالايا، اي نوع يعني ملح. بياخد معلقه او 5 جرام 3 جرام 4 جرام، يشربها بميه ويروح التمرين على امل ان ضغط الدم هيزيد، لان الملح طبعا بيعمل فازو دايليتيشن، بيزود ضغط الدم، بيخلي الدم في جسمك يزيد، خلاص بيعلي ضغط الدم، فالقلب يضخ جامد، الشرايين تتملى، الاورده تتملى، فتلاقي ان في ضخ دم عندك في التمرين كويس جدا، فتروح التمرين فعلا تلاقي عروقك ضخ دم كويس، وادائك في التمرين طبعا احسن، لان انت شايف ان العضله كلها دم. الكلام ده صح، بس بيتعمل غلط. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن تعمل لنفسك مشكله كبيره جدا في ضغط الدم، لان انت عمال تزود ضغط الدم وتقلل ضغط الدم وتزود ضغط الدم وتقلل ضغط الدم بمزاجك، عمال تاكل صوديوم وعمال تاكل املاح، وعمال كل شويه كل يوم، انت بتروح الجيم كل يوم، فعمال تاخد ملح قبل التمرين تعلي ضغط الدم بتاعك، وينزل بعدها وتعلي ضغط الدم بتاعك، وتعودت على الجرعه من الملح دي، ودي طبعا حاجه مش كويسه، ممكن تعمل لك مشاكل في ضغط الدم على المدى الطويل. ما ينفعش ابدا ان انا استمر على حاجه زي كده. طب انا يا دكتور هعملها مره كل اسبوع او مرتين في الاسبوع؟ لا طبعا، ما ينفعش برضو انك تستمر عليها مره كل اسبوع او مرتين طول الاسبوع، لان انت برضو بتعمل نفس المشكله، بتعمل مشاكل في ضغط الدم وهيحصل لك مشاكل في ضغط الدم. الاحسن انك تخليك طبيعي، كده كده لو سبت نفسك طبيعي هيحصل لك ضغط دم، بس الضغط الدم دوت او الضغط الدم اللي هيحصل دوت طبيعي، جسمك هو اللي عامله لوحده، لان انت خلاص اثرته في العضله، عملت بامب، العضله عايزه تنقبض وتتعمل مجهود، فتلاقي الدم رايح لها بصوره كويسه جدا طبيعيا. لكن هتاخد لها مؤثرات خارجيه هتاثر على مستواك، والجرعه اللي كانت بتزود لك ضغط الدم على المدى الطويل هتقل. يعني انا بدل ما كنت باخد 3 جرام ملح علشان اشوف البامب بتاعي في التمرين، انا 3 جرام دولت ما عادوش هياثروا معايا، فدي مشاكل في ضغط الدم، ان انت ضغط الدم بتاعك ما عادش متوازن، ما عادش صح على المدى الطويل. زي اي حاجه هتلاقي ان انت محتاج اثاره اكبر او محتاج جرعه ازيد، تبقى محتاج 10 جرام علشان توصل للبامب اللي انت كنت عامله. فدي جرامات ملح، سيبك من ان هي مضره اصلا، ان انت تاخدها كده او تاكلها كده، هتعمل لك مشاكل في ضغط الدم. انت عمال تزود في ضغط الدم بطريقه مش كويسه جدا، مشاكل في كل حاجه في وظائفك، فبدون ما اعقد لك ما ينفعش خالص ان انت تعمل حاجه زي كده. نيجي على يعني مثال قريب منه، الكافيين. الناس اللي بتاخد مثلا قهوه هتبقى عارفه الموضوع ده، الناس اللي بتشرب قهوه، انا كنت مثلا بشرب قهوه كل يوم لفتره طويله، ممكن شهرين 3 4، هتلاقي ان انت القهوه ما عادتش بتفوقك زي اول مره خدت فيها قهوه خالص، فبتبدا ان انت تزود الجرعه، تزود مثلا الشوتس بتاعت القهوه، او ان انت تعمل كوبايتين، لان خلاص الجرعه ما عادتش زي الاول. ده طبيعي في اي حاجه، حتى البري ورك اوت، الناس اللي بتاخد اي بري ورك اوت، سي 4 اي نوع، هتلاقيك برضو الجرعه اول الشهر مش زي ما قعدت عليها 30 يوم او 60 يوم، لا خلاص الجرعه اللي في الاول دي ما عادتش بتعمل لي الطاقه اللي كانت بتعملها لي، زيها زي كل حاجه. فما ينفعش ان انت تتعود على حاجه، لا لازم ان انت توقفها، خاصة بقى لو هي حاجة مضرة زي الملح، دي ما ينفعش ان انت تبدأ فيها نهائي، ما ينفعش اصلا ان انت تاخدها من نفسك نهائي، مفيش الكلام ده، انسى ووقف الملح تماما يا بطل قبل التمرين، لان انا شفت ناس كتير بتعمل الفعل ده، ودي حاجة مش كويسة. يلا لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناة، واحلى سلام عليك.